بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهارية اليوم. بميناء الناظور بني نصار شب أمس حريق أتى على محجوزات في مرآب تابعا لإدارة الجمارك، وأسفر عن خسائر مادية مهمة، وقد فتح تحقيق لتحديد أسباب هذا الحادث. ريبورتاج فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. ميناء الناظور بن انصار عاش ليلة أمس بين الدخان والنار. حريق اندلع على الساعة 9 واستمر 3 ساعات، فأحرق 3 شاحنات كبيرة و3 مقطورات وحافلة لنقل المسافرين، كلها كانت محجوزة في مرآب خاص تابع لإدارة الجمارك بالميناء. تم التغلب على لهيب النيران وإخمادها حوالي الساعة 12 ليلا. وبعد انتهاء من هذه العملية تمت حصيلة ديال الخسائر تتمثل كما تلاحظون في 3 شاحنات كبيرة الجرار والمقطورة، 3 مقطورات، حافلة للنقل العمومي. خسائر مادية مهمة إذن في هذا الحادث الذي يعد الأكبر من نوعه منذ سنوات بميناء الناظور بن انصار. حريق لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة إلى حد الآن. بعدما أن تم التحري الآني فإن الأسباب تظل مجهولة، والبحث لا زال جاريا من طرف مصالح الأمن. كل المصالح تعبأت لكي لا يؤثر الحادث في السير العادي لميناء الناظور بن انصار، وذلك في انتظار نتائج البحث والتحقيق